ثانية واحدة. انت ليه معايا؟ anyways يعني انا جايباكي جديد علشان تثبتي. اهلا بيكم في سيزون 4 من ما تيجوا نشرب حاجة. ما تيجوا نشرب حاجة. انا مش مصدقه ان احنا خلصنا 3 seasons. I'm so proud of myself الصراحة. الف مبروك لينا، علقنا الساين. بصراحة علقتها من السيزون اللي فات، ولكن كنت حاسة ان انا مش عايزة اغير الثيم بتاع السيزون. قلت خلاص انا بدأته كده هكمله كده، يعني حتة perfectionist، ولكن let's not go there. قررت سيزون 4 ان هو يبقى اطول بكتير، ممكن نقعد مع بعض حبة حلوين. السيزون ده الفايبس بتاعته مختلفة، روحه مختلفة، في حاجات جديدة حصلت في حياتنا وحاجات كتيرة بتحصل في حياتنا هحكيها بس واحدة واحدة. خلينا بس نسخن كده مع بعض بالراحة ونشوف، علشان انا التوبيك بتاع النهارده شويه تقيل على القلب. توبيك النهارده سؤال بيطاردني كتير جدا، بيطاردني تقريبا في كل حد بيخرج بره حياتي، بيدخل وبيخرج بره حياتي whatever. سؤال بساله لنفسي بعد الساعه 12 بالليل بيتردد جوايا، وسؤال بتساله كتير قوي من صحابي وكاني معايا الاجابه. احتمال يكون معايا الاجابه النهارده، الله اعلم. هنتكلم مع بعض ونشوف، وهشوف ايه اللي هيطلع من جوايا وربنا يسهل. ليه دايما بقع في نفس الناس؟ بقولها وانا بدبدب على الارض. ليه؟ بس السؤال مش بساله قوي بطريقه ان انا بجلد فيها ذاتي، يعني بسال فيها اللي هو I'm genuinely asking. وبدأ الموضوع يبقى interesting بالنسبة لي. هو do I have a type من الناس، مش بس في الرجالة، في العلاقات in general، في الصداقات do I have a type؟ بس التايب بتاعي مش عاجبني. يعني لو انا عندي تايب، التايب بتاعي مش عاجبني. ironic. ليه؟ ممكن اكون غيرت البلد، غيرت المكان اللي انا فيه، غيرت الشغل، غيرت الناس، بس بلف وبرجع لنفس العلاقات، برجع لنفس الوجع، برجع لنفس الطريقه، برجع لنفس النمط، برجع لنفس النتيجه. بس الفرق ان هي وشوش مختلفه. في ناس عامه الوشوش ما بتبقاش مختلفه بالنسبه لها، ده معناها ان هي عندها تايب حتى في الشكل. الفكره بقى ان احنا بعد كده نقعد نقول لنفسنا اكيد انا ذوقي وحش، اكيد انا حظي وحش، اكيد انا لازم هو ماشي انا، بس يعني مش لازم تبقى الاسلوب كده. يعني اكيد انا المشكله، ماشي ممكن يكون عندنا سنه مشكله بس نرفلكت عليها، مش لازم تبقى انا المشكله. اللي هو طب ماشي خلاص، احنا المشكله، هنعمل ايه؟ نقعد نتفرج على نفسنا. ولكن الحقيقه الموضوع مش موضوع ذوق خالص، الموضوع اعمق من كده بكتير. يعني هو مش فكره ان انا ما عنديش ذوق في الناس. السؤال هنا بقى الاعمق والاهم بالنسبه لي، هل دي صدفه ولا اختيار؟ girl، احنا كبشر بنبقى فاكرين ان احنا بنختار بعقلنا مش بمشاعرنا، برضو لا، بلا شعور. احنا ما بنختارش بعقلنا وما بنختارش بمشاعرنا. احنا بعض الاوقات، او لو عندنا نمط في سنة ديفكت، احنا ما بنختارش بعقلنا وما بنختارش بمشاعرنا. احنا بننجذب لنوع معين من الناس، مش علشان هم النوع الافضل، لكن هم مألوفين للنمط بتاعنا، بيبقوا مألوفين لروحنا، مألوفين لمخنا. ده اللي احنا متعودين عليه، حتى لو كان مؤذي. بالنسبة لي هو اريح من الجديد، حتى لو الجديد ده كان صحي. ودي اول حقيقة مرة لازم نواجهها لنفسنا. I'm really sorry، لكن احنا by now اتعودنا ان انا الugly truth friend اللي مش هتخلصوا منه. في مصطلح عايزه اعرفكم عليه النهارده اسمه repetition compulsion، يعني تكرار النمط، او ان احنا بنكرر نفس النمط على امل اننا ناخد نهايه مختلفه. وطبعا الانماط والحاجات دي كلها بتبدا من الطفوله. عقلنا اللاواعي بيقول انا عايز ادور على نفس الاحساس، فبنلاقي نفسنا مع شخص بيدينا فعلا نفس الاحساس. بس هو ايه الاحساس؟ انا عايز شخص يقول لي تقريبا نفس الكلام، او انا عايز ادور على مشاعر معينه حتى لو مش عندي، او حتى لو انا مش بدور على نفس الاحساس ببقى مضطريه ان انا ممكن ادور على شخص يديني مشاعر معينه، بس للاسف هتبقى على حساب حاجه تانية ما ينفعش استغنى عنها. انا فاكره ان نمط من الانماط اللي كانت عندي قبل ما احسنها ان انا دايما كنت بدور على المشاعر على حساب الريسبكت. دلوقتي عشان كده ناس كتير قوي خرجوا بره حياتي، لان they are not respectful، they did not respect me، فاضطريت استغنى. وبعد كده بدات ادور على الناس اللي اكشلي يدوني الاثنين، الناس اللي اكشلي هيدوني مشاعر وهيحبوني وهيقدروني وفي نفس الوقت يحترموني، لان المشاعر لوحدها من غير الاحترام it's no. انا بدور على حد يديني نفس الاحساس لكن في شخص مختلف او بنهايه مختلفه. وده اكبر مثال ليه ان انا بدب ايدي في الزباله بطلع بني ادمين وبعمل معاهم علاقات، ناس بارده، ناس انانيه، ناس مستغله، ناس بس علشان اعرف اطلع باحساس واحد انا متعوده عليه او تقريبا ما كانش عندي، بس علشان اطلع بنفس النمط اللي انا مخي وروحي مألوفين ليهم. ونقعد نحارب ونعاند، ولا المره دي هتنجح، ولا اكيد هيتغيروا. طب مش هغير نفسي الاول؟ يعني مش ابدا بيا ولا ايه؟ الاند ريزلت بتاعتها بتوصل لتاني حقيقه مره معانا في الفيديو النهارده، وهو ان احنا بنبقى فاكرين ان احنا بنعالج الجرح، لكن الحقيقه ان احنا
بنعيد تمثيله، بنعيده بطريقه كيوت اكتر. لو في حد فاميليير قوي بالتوبيك او المصطلح بتاع الاتاتشمنت ستايلز، اسلوب التعلق، كل واحد فينا تقريبا عنده اسلوب تعلق. هم بيندرجوا تحت 4 كاتيجوريز، مش كل واحد لوحده عنده اسلوب تعلق، ولكن هم 4 كاتيجوريز بنتقسم كلنا تحت ال4. ودي بتتكلم اكتر عن طريقه ارتباطنا في العلاقات، والموضوع ده بيتشكل من وقت الطفوله. هنعمل عن الاتاتشمنت ستايلز فيديو مختلف تاني اعمق كده بكتير، بس هديكوا بريف عن الاتاتشمنت ستايلز. اشهر 4 اتاتشمنت ستايلز هم: اول واحد السكيور اتاتشمنت ستايل او اسلوب التعلق الامن، وده العلاقات هنا بتبقى متوازنه، في حب، في دعم، في احترام، في امان. تاني كاتيجوري هو الانكشس اتاتشمنت ستايل، وده بيبقى عشان انا عندي احتياج زائد قوي وخوف من الفقد جدا. ثالث اتاتشمنت ستايل هو الافويدنت اتاتشمنت ستايل، اللي هو اسلوب التعلق الهروبي، وان انا كل ما حد يقرب انا اهرب ونقعد نلعب اللعبه دي، ارتبط اختفي كده بقى. ورابع حاجه اسمه الديسورجنايزد اتاتشمنت ستايل، هو بيبقى اسلوب تعوق مشوش، ده بيبقى all of the above، ده mix of everything كده، زبادي خلاط، حطينا كل الاتاتشمنت ستايلز في خلاط وطلعنا بني ادم، وده اللي بندب ايدينا في الزباله علشان نجيبه. المخ بيحب الحاجه اللي عارفها، المخ بيحب الحاجه اللي مألوف ليها. لما بيكون في اي تغيير حتى لو تغيير بسيط جدا، المخ بيشتغل على اساس ان هو يحميك. خلاص if you're in comfort، لو انت قاعد في الكومفورت زون بتاعتك، وده طبعا موضوع تاني خالص، ولكن المخ دايما هيبتدي يقعد يطلع لك حاجات اللي هو ايه، لا ما احنا قاعدين كويسين في ايه. فبالتالي لو انا شخص اتعودت على التقليل او الابيوز، نوع من انواع الاتاتشمنت ستايلز اللي مش سكيور اللي قلتها من شويه، تجاهل، الحب المشروط، فبالتالي انا هرتاح للي بيعمل معايا كده، ما انا مخي فاهم ده، ما انا مخي عارف ده، ومخي شايف ان دي حاجتنا، ده تبعنا، ده شبهنا. وبالظبط بنشوف الشخص اللي بيحبنا وبيدينا امان وبيحترمنا وبيدينا كل حاجه في الدنيا الخازوق، بنشوفه هو الخازوق. ليه؟ علشان احنا مش متعودين على ده. we were so abused to the extent ان احنا مش متعودين على ده وشايفين الحاجه الصح خازوق. this is how our brain works. هنعمل ايه؟ وده علشان بالنسبه لنا الامان غريب علينا، safety بالنسبه لنا دي حاجه مش متعودين عليها، فاللي هو safety، ايه الكلمه الغريبه دي؟ ماليش فيها، انا عايزه الحاجه اللي تشعوذني كده. الحقيقه المره الثالثه بقى، انا عارفه ان انتوا كرهتوني باي ناو وهتكرهوني. الحقيقه المره الثالثه بقى، وعارفه ان يعني حقائق مره كتير في فيديو واحد، متاسفه، بس قلت لكم من الاول الفيديو دمه تقيل. مش كل التعلق في حياتنا بيبقى حب. I said what I said. ساعات بيبقى ادمان عاطفي. I said what I said. هي سايكل، حد بيوجعني او بيضايقني او بيعمل اللي هو بيعمله، بعد كده يصالحني، بعد كده يوعدني ان مفيش حاجه هتحصل وحشه تاني، بعد كده يبقى عندي امل ان اكيد مفيش حاجه هتحصل تاني، بعد كده يعيد نفس اللي بيعاده، ونفضل كده، نفضل احنا كده بقى. مين؟ مفيش حد فينا بيحب التاني. ايموشنال ادكشن بس مش اكتر. والدوبامين بقى عمال يترقص. فالاند ريزلت هنا ان احنا مش بنحب الشخص، احنا قد نكون بنحب الامل اللي بيجي مع الصلح والوعود، بس يعني مفيش امل انجوي. فبالتالي بقى ردا بقى على السؤال الاولاني، هل دي صدفه ولا اختيار؟ اي ثينك كلامي رد على السؤال ده. مش كل الناس اللي بنختارها ومش كل مره نقع في نفس النوع هتبقى صدفه. يعني انا شايفه ان اكتر من مرتين نحاول نرفلكت بقى، ولكن اوقات بيبقى جرح قديم. ولكن اللي انا عايزه اقوله، طالما احنا مش واعيين بالغلطه دي اتس فاين، ده مش دليل على اي ضعف، ومش دليل على ان احنا ناس مش ممكن يكون ما عندناش الاويرنس الكفايه اللي يخلينا نتحسن او نبريك ذا سايكل، ولا ان انا ذوقي وحش، ولا ان انا اختياراتي كلها غلط وزباله. انا روحي لسه بتدور على الامان، بس انا بلطش علشان انا مش عارفه ايه هو الامان الصح، انا مش عارفه المعنى الصحيح للامان، ما حسيتوش قبل كده، بس انا نفسي احسه، ومخي بيختار اللي مألوف لي. واللي انا عايزه ابقى اوير منه ان في اماكن كتير قوي ما فيهاش امان، في ناس كتير قوي ما فيهاش امان. انا عايزاكم بعد ما تخلصوا الفيديو تقعدوا مع نفسكم كده 10 دقائق، هنسال نفسنا سؤال ونجاوب عليه. فكروا في علاقاتكم كلها او فكروا في الناس كلها، واسالوا نفسكم ايه اكتر حاجات كومن موجوده فيهم. انا بجذب لنفسي الناس، وعلى فكره مش العلاقات بس اللي هي ريليشن شيبس او العلاقات الحب، لا كمان الصداقات او الكو وركرز. اوكي، الناس اللي بيدخلوا حياتي ممكن تكون حاجه كومن بينهم ناس بارده، ناس استغلاليه، ناس مش محترمين، مش افيلبل، ناس مسيطرين. لما النمط يتسمى او لما اعرف النمط بتاعي او اقفش ايه الحاجه اللي انا شايفاها كومن ما بينهم كلهم، النمط بيضعف لوحده. انا فاكره كويس جدا اللحظه اللي الثيرابيست بتاعتي قفشنا الحاجه اللي بتخليني اختار الناس الزباله. انا اتصدمت من الشفت اللي حصل في حياتي من اختياراتي في الناس بعد كده اللي حصل فيها. هنا انا اشتغلت على البار ده من حياتي،
الدنيا فرقت معايا قوي، وبقيت اسال نفسي الشخص ده امان ولا باشن واثاره. اللي احنا ساعات بنتلخبط فيه، الامان بيبقى هدوء، الادمان بيبقى رولر كوستر، طالع نازل طالع نازل. مفيش مشكله ان الشخص اللي في حياتي يديني باترفلايز او يتشالنج مي شويه، ونفس الموضوع مني ليه او مني لاصحابي، لكن الهدوء، الكالمنس، جهازي العصبي حوالين الشخص ده عامل ازاي. كام يوم من في الاسبوع عيطت بسبب الشخص ده، او اتضايقت بسبب الشخص ده، او فكرت في نفسي بطريقه وحشه بسبب الشخص ده، وكام يوم في الاسبوع ما عيطتش او كنت هاديه او ما فكرتش في قيمتي، ما فكرتش في تصرفاتي. لو انا قلبي على طول قلقان، ده مش حب. وخدوا بالكم من العلامات اللي جسمكم بيدوها. زمان كده كنت في سيتويشن شيب معفنه، وبجد وانا قاعده معاه والله العظيم جالي انكزايتي اتاك. انا اتخضيت، واول مره انا بجد انا مش متقبله ومش عارفه مش طايقه اللي خلفوه تو ذس اكستنت، ومش عايزه انزل معاه. خلاص انا جينوينلي خلاص انا لازم انهي الموضوع ده، مش عايزه انزل معاه، مش عايزه اكلمه. ولكن طبعا ات واز ا رولر كوستر فور مي، ونهيت الموضوع علشان مش هقدر اكمل بالاسلوب ده. ومع الوقت هنبتدي نختار المختلف. في الاول اختياراتنا للناس المختلفه هتبقى غريبه علينا، هتبقى حاجه مش مألوفه علينا، ولكن الريسك بيبقى حلو. احنا بنبقى بندور على مشاعر معينه، نحاول نشوف الاوفر اول فيلينجز. انا ممكن اخد شخص بيحبني بس ما بيحترمنيش، شخص بيبقى مسيطر، شخص مثلا الاتاتشمنت ستايل بتاعه مش امن، او شخص حتى فكره مش نفس فكري، ولكن ممكن يكون في كيمستري، بس الكيمستري لوحدها مش كفايه. انا عايزه سواء كان صديقه او علاقه، شخص يحبني يدعمني ويحترمني. الحب لوحده مش كفايه، مفيش حاجه لوحدها كفايه. والموضوع مش لازم يكون مثير قوي في البدايه، يعني it's fine maybe it will be calm. ولو في حاجه المفروض تشتغلوا عليها، مش هي الناس، المفروض تشتغلوا على جرحكم انتوا ونفسكم انتوا، علشان الناس دي الباي برودكت او الاند ريزلت بتاعت شغلنا على نفسنا، مش المفروض نشتغل عليهم هم. كل واحد المفروض يشتغل على نفسه، احنا مالناش دعوه. ريفلكشن مش حاجه سهله ومش حاجه ممتعه قوي، ولكن حاجه ضروريه جدا. الجورنالينج حاجه ممكن ساعات تبقى ممله، بس برضو حاجه ضروريه جدا. الجرح مش محتاج يعيد نفسه علشان يتصلح، واوقات كتير جدا، ان ما كانش تقريبا كل الاوقات، الهيلينج بيبدا لما نبتدي نختار الحاجات المختلفه عن اختياراتنا في العموم، مش مختلفه عننا احنا كشخص. بالعكس، انا عايزه الحاجات اللي لايقه عليا، لكن مختلفه عن النمط اللي بيأذيني. مش عارفه انا طولت عليكم ولا لا، ولكن thank you very much. اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. ما تيجوا نشرب حاجه.